يا حاجب، أدخل السياف ليقطع لسانه. وإذا هجوت واحدا منهم قطعوا رقبتي، فماذا أفعل؟ أمر مولاي. اختر لنفسك ما تشاء، قطع لسانك أو قطع رقبتك. سوف أهجو واحدا من الحاضرين في المجلس. ألا أبلغ لديك أبا دلامة، فليس من الكرام ولا كرامة. إذا لبس العمامة صار قردا، وخنزيرا إذا نزع العمامة. جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة. أحسنت التصرف يا أبا دلامة، فهجوت نفسك. لك 5000 درهم، وهذه أول مرة ينال فيها شاعر العطاء على شعر الهجاء. $5000 درهم عدا ونقدا. خذ. لقد أخذت عطيتك، فماذا تنتظر؟ أنتظر الجالسين بمجلس أمير المؤمنين يعطوني حق. هل وعدوك بشيء؟ بدون وعد، أما يكفي أنني ما هجوتهم كما طلب مني أمير المؤمنين. كان بوسعي أن أقول فيهم ما تردده الركبان، ولكني هجوت نفسي بدلا منهم. ألا أستحق عطاءهم؟ قبحك الله، أنت لا تشبع أبدا. ما بك يا هادي؟ لماذا تنظر لي هكذا؟ أنت يا أماه من وضعت فوازا وزيرا لأبي. أبوك هو الذي يختار الوزراء، ولست أنا. وأنت التي جعلتيه يختار فوازا. وما يعيب فوازا؟ لا أرى في الرجال حول أبيك من هو أخلص منه. يا أماه، يا أماه، أما أنا لك التوقف عن الدخول في أمور السياسة والحكم. أبوك يطلب رأيي ولا أبخل به. لا ينصلح الحال طالما أصبحت أمور الخلافة في يد النساء. هادي، لا تتعدى حدود الأدب مع أمك. أمي هي التي تتعدى حدود دورها داخل القصر، تهيمن على أمور الحكم. أحذرك يا هادي مما تقول. كل الناس يتحدثون، أصحاب الحاجات يعرفون أن الأمور كلها في يدك. وصفني بعض أصحابي عندك لقضاء مصالحك، ولم يسألوني الوساطة عند أبي الخليفة. أصحابك اللاهون العابثون، كيف تتركهم يتعرضون لأمك؟ حسبتك تردهم عما يقولون. ما عاد الأمر يحتمل. ما شأنك أنت بالخلافة وأمورها؟ وما شأنك أنت بها؟ شأني أنا ولي العهد ولا أتدخل في شيء. وأنت؟ أنا التي جعلتك وليا للعهد، وجعلت أخاك الرشيد من بعدك، ولكن يبدو أنني قد أخطأت التقدير. يا أماه، أنا وأنت وأبي ركاب سفينة واحدة، لو تلاعب بها الموج فسنغرق جميعا. الناس لا يطيقون تدخل النساء في الحكم. لو عرفت أعداد من يقصدونني لعرفت أن الناس يتلهفون لمساعدتي، هم الذين يسعون إلي. لا جدوى إذن من الحديث معك. لن أقبل أن تسير الأمور على ما هي عليه، لن أقبل ذلك ولن أسكت عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عرفت مكاني؟ ذهبت إلى دارك فما وجدت غير الأنقاض، فتوقعت أنك جئت إلى ضيعتك لتقيم فيها. الدار هدمها الوالي عيسى بن لقمان، ولكنك أعدت بناءها وزرتك فيها. أعدت بناءها فأعاد هدمها، تكرر ذلك 3 مرات. كم نصحتك أن تكسب مودته؟ الحكام لا يتسامحون مع الخارجين عليهم. فخرجت عليه، ولكني رفضت الخضوع له. كانت بيننا مودة قديمة، لا أعرف كيف تحولت هذه المودة إلى كل هذا العداء. هناك من يوغل صدره عليك. تقصد سالم؟ سالم وغيره، أصحاب الحديث وأصحاب الرأي يتفقون على مخاصمتك، فأنت لا تكف عن انتقادهما معا. إنما أردت أن أجد فقها وسطا يجمع بينهما. هذا المنهج لا يجلب لك إلا عداء الجانبين. تعودت أن أفعل ما أقتنع به ولا أبالي بأحد. ألا ترى أنك بلا دار تقيم فيها؟ ولو بنيتها للمرة الرابعة سيهدمها الوالي. لن أعيد بناءها يا ابن عبد الحكم قبل أن أحاسب الوالي على ما فعل. سوف أذهب إلى الخليفة المهدي في بغداد، وما أظنه يسكت على ظلم ولاته. ماذا تريد أن تفعل؟ تشكوه للخليفة؟ أرحل إن شاء الله بعد أيام إلى بغداد. عليك أن تراجع رأيك في هذا الأمر، وغدا إن شاء الله أعود إليك لا أعرف رأيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفعل الله ما يشاء. لن ينتصر الخليفة لواحد من الرعية على الوالي، وإلا ذهبت هيبة الوالي. يا سالم يا سالم، ليس الليث واحدا من الرعية، إنه من العلماء. من العلماء؟ إنه ليس بعالم، إنه يدعي العلم، إنه لا يعرف لنفسه مذهبا ينتمي إليه. لقد كان الخليفة المنصور معجبا به، لقد عرض عليه ولاية مصر. انتهى زمن المنصور، لا أظن أن ولده المهدي يأخذ منهجه. لابد أنه سمع بالليث بن سعد وعرف مكانته. هذه الرحلة التي ذهب إليها الليث سوف يعود منها كما ذهب. أنا لا أستبعد أن الخليفة يؤاخذه عندما يعرف أنه خرج على الوالي. لعنة الله عليك يا سالم. دعك من هذا السفر البعيد إلى بغداد. أخاف أن يغدرك الخليفة فتزيد شماتة الحاسدين الحاقدين عليك. وما البديل الذي تراه؟ بضع خطوات إلى الوالي تعتذر له. لا يا ابن عبد الحكم، لا أحني رأسي لغير الله سبحانه وتعالى. ولكنك تريد الذهاب إلى الخليفة والتوسل له. لن أذهب إلى الوالي ولن أذهب إلى الخليفة. إذا فأنت تغير رأيك، هذا أفضل. عندما رتبت لحاجات السفر أخذني النوم لبعض الوقت، فجاءني هاتف في منامي يهتف بي: الشكوى لغير الله بذلة. حسبك الله ونعم الوكيل. سألت الهاتف الذي جاءني في منامي: وماذا أفعل؟ قال: يكفيك أن تردد قوله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. قمت أصلي بهذه الآية الكريمة طوال الليل، وفوضت أمري إلى الله. يصرف أمري كيف يشاء. سوف أدعو لك عند المسجد الحرام. أذاهب أنت إلى الحجاز؟ نعم، أؤدي العمرة وأكتب عن مالك بن أنس كتابه الموطأ. الله ولي التوفيق، وفقك الله، وسلامي إلى مالك. ما صلى الوالي بالناس هذا الصباح؟ ربما غلبه النوم. لا أظن ذلك، فقد مررت عليه في مقر الولاية فما وجدته حضر حتى الآن. أخشى أن تكون وعكة ألمت به فمنعته الخروج من داره. لو أن الوالي أصابه مكروه كان الليث هو السبب. وما شأن الليث؟ سمعت أن الليث قام الليل يستجير بالله ويستنجد به. لو أن الله يستجيب لدعاء بعضنا على بعض ما بقي على ظهر الأرض من أحد. يستجيب الله لدعاء المظلومين. الوالي ظلم الليث
وهدم بيته 3 مرات. لقد عاقبه بما يستحق. يا قوم، عظم الله أجركم. مات الوالي عيسى بن ركمان. وكيف جاءك الخبر؟ ذهبت لزيارته في داره لأعرف ما الذي حجبه عن الخروج إلى الصلاة، فوجدته يصرخ من ألم في صدره ولا يكاد يلتقط أنفاسه. لا حول ولا قوة. دخلت عليه فوجدت الرجل يقول وهو يقتدر: لقد ظلمت الليث وتجبرت عليه، اسألوه أن يسامحني وعودوه من مالي عما فعلت به. سبحان من له الدوام، سبحان من لا يغفل ولا ينام. لقد دافع الله عن الليث ودفع عنه الظلم. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. صدق الله العظيم. حسبت الليث من العلماء وما ظننته من الأولياء الذين يستجيب الله لهم. قوموا إلى دار الوالي للمشاركة في جنازته. بل نمر أولا على الليث بن سعد نطلب منه أن يسامحه ويسامحنا جميعا على سوء ظننا به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتدري يا ليث ماذا فعل الله بالوالي بعدما ظلمك؟ رحمه الله وغفر له. لقد كان موفور الصحة ولكنه مات رحمة الله عليه بعدما دعوت عليه. لا يموت أحد في غير أجله يا بويطيه. أنا ما دعوت عليه ولكني فوضت أمره إلى الله. أتدري يا ليث أنت رجل موصول بالله، تفتح لك أبواب السماء. لقد كنت أعرف أنك على قدر من العلم، ولكن بعدما حدث للوالي أيقنت أن العلماء أولياء يستجاب لهم. بالله عليك لا تغرني في نفسي يا بويطي. لقد كتبت بعض دروسك في مسجد الفسطاط وفاتني البعض الآخر، وأريد أن أستكمل ما فاتني. فقه الأقارب، مبطلات الصلاة، محظورات الإحرام وغيرها. سأمليك ما تريد أن تعرف. سوف أكتب فقه الليث كاملا. دع لي مكان عبد الرازق بن همام الذي كان يكتب فقهك قبل أن يرحل إلى اليمن. مرحبا بك يا أخي. أريد أن أكون برفقتك حيث تذهب، أخذ من علمك وتنالني بركتك. أما العلم فلا أبخل به، وأما البركة فليتها عندي. بل عندك يا ليث. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قل لي يا ليث، إلى متى ستطول إقامتك في هذه الخيمة؟ إنها لا تليق بك ولا تتسع لتلاميذك. يا أخي، بنيت داري 3 مرات فهدمها الوالي، ولا أجد في نفسي رغبة في بنائها للمرة الرابعة. يا ليث، إنك ميسور الحال، لما لا تبتاع دارا جديدة؟ والله لو وجدتها ما ترددت لحظة في شرائها. لقد سمعت أن يحيى بن حسان يبيع داره. كم يطلب فيها؟ يطلب 1000 دينار فقط. نعم، على بركة الله. أنا عبد الله بن عبد الحكم، جئت من مصر قاصدا الإمام مالك. شفاه الله وعافاه. أردته أن يملي علي كتابه الموطأ، فاعتذر لمرضه وأحالني إليه. جئت من مصر؟ أتعرف الليث بن سعد؟ نحن صديقان حميمان، وإن كنا متعارضين في الرأي، فهو يختلف مع الإمام مالك في كثير مما يفتي به. كم أنا بحاجة إلى التعرف على هذا الاختلاف. هل من الممكن أن تحدثني عن فقه الليث؟
هذا حديث يطول، وربما كان من الأفضل أن تزور مصر وتسمع منه. ما أظن الرحلة إلى مصر مناسبة لي في الوقت الحاضر. أريد أن أذهب إلى بغداد لأتعرف على الفقه الحنفي. ألا تعتنق المالكية؟ قال لي الإمام مالك إنك من أقرب تلاميذه. ليس من المفروض أن يلتزم التلميذ برأي معلمه. دعنا من هذا الأمر وقل لي، متى تملي علي كتابه الموطأ؟ هذا ما جئت من أجله. هنا في داري. جهز أوراقك وسأجعل لك جانبا من الليل. الليل والنهار، فالكتاب طويل وبقائي في المدينة محدود. النهار يا أخي مملوء بالمشاغل، أبدأها بدروس المسجد النبوي نيابة عن الإمام مالك. لو أذنت لي ذهبت معك إلى هذا الدرس ثم عدت معك، فلا أريد أن أفارقك حتى أنجز ما جئت من أجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إمام. مرحبا بك يا يحيى. أهلا أهلا. أين أنت يا أخي؟ بحثت عنك في كل أرجاء الفسطاط فلم أعثر لك على أثر، حتى دلني أحدهم على مكانك. مرحبا بك يا إمام. كيف حالك مع الدار التي بعتها لك؟ بخير والحمد لله، وهي على أفضل ما رأيت. بارك الله لك فيها يا إمام. ولكن شيئا دفعني للبحث عنك يا يحيى. على حدود الدار بيني وبين الجار نخلة مثمرة، هل هذه النخلة من حقي أنا أم من حق الجار؟ هي حق لك يا إمام، فلقد زرعتها بيدي عندما بنيت هذه الدار منذ سنوات بعيدة، فلقد عشت طفولتي وشبابي في هذه الدار، وما تصورت يوما أن أبيعها. ظننت أنك تبيع الدار لتقيم في دار أفضل منها، ولكني أجدك تقيم في خيمة. ما الذي دفعك إلى هذا؟ دفعني إلى ذلك شدة الحاجة إلى ثمنها، فلقد دخلت في تجارة خاسرة حملتني كثيرا من الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كأنك بعت الدار لضائقة ألمت بك. أردت سداد ما علي من دين. لا، عفوا يا أخي، أنا أرتاح لصفقة تتم في مثل هذه الظروف. الصفقة تمت وانتهى الأمر. سأرجع عنها وسأرد لك الدار. ما هذا الذي تقوله يا إمام؟ أما عرفت أنني في أمس الحاجة إلى ثمن هذه الدار؟ الدار لك يا يحيى، عد إليها، والمال أيضا لك، سدد به دينك. أما أنا، ما هذا الذي أسمعه يا إمام؟ ولك أيضا مني 100 دينار تستعين بها على أمور معاشك حتى يأتي فرج الله. لا أعرف كيف أشكرك، لا أعرف كيف أشكرك. الشكر لله، أنا الذي أشكرك. لقد فتحت لي بابا للخير لم أكن أعرفه. جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة عورة مستورة، وظاهر الحديث يبين أن المرأة عورة من قرنها حتى قدمها، ثم أبيح النظر إلى بعض العورات عند الحاجة والضرورة. ومثال ذلك الاطلاع على عورات الناس للتداوي، وهنا قد خالف القاعدة العامة في تحريم النظر إلى العورات، ولكنه أبيح للضرورة. وفي الفقه الحنفي الأساس في الاستثناء هو الاستحسان، وكان الإمام أبو حنيفة بارعا فيه لا يلحق به أحد. الإمام مالك أيضا يرى الاستحسان 9 أعشار العلم. عفوا يا إخواني، فلست أتفق مع المالكية والحنفية فيما يسمونه بالاستحسان، وأرى أن ذلك باطل. كيف ذلك يا شافعي؟ الاستحسان يعتمد على تقدير شخص، ولا يستند إلى نص أو إلى قياس على نص. ذلك لأن الواقعة لا يوجد لها نص يقاس عليه، بل كل واقعة لها أساس يمكننا البحث عنه. يقول جل وعلا:
ما فرطنا في الكتاب من شيء. يا شافعي، الاستحسان سنده في كتاب الله تعالى قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وسنده في السنة النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: خير دينكم اليسر. ذلك كله يدخل في نطاق مصلحة الجماعة. كأنك تأخذ بالمصالح المرسلة وترفض الاستناد إلى الاستحسان في تفسير المسائل. من أدلة بطلان الاستحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيما لم ينزل به القرآن، ولم يكن يفتي باستحسانه، ولكنه كان ينتظر وحي السماء. بارك الله فيك يا شافعي، بارك الله فيك. الحمد لله، لقد أتممت الآن 5 بنايات على الطرق المؤدية لمكة لراحة الحجاج وإيوائهم، كما أقمت 5 أحواض ليستقي منها رجال القوافل ويسقوا دوابهم. أدعو الله أن يأجرني في هذا كله. سلمت يداك. عجبت لك يا أمير المؤمنين، تهتم بكل هذه النوافل وتسقط الفرائض. أنا ما أسقطت الفرائض، ما فرطت في صلاة ولا صوم ولا زكاة، وحججت بيت الله الحرام أكثر من مرة. أتحسب أن هذه العبادات هي كل ما في الإسلام من فرائض؟ وماذا غيره؟ فريضة عليك أن تعهد بأمر المسلمين من بعدك لمن يحسن القيام عليه. لقد عهدت بالأمر إلى الهادي ثم الرشيد. وهل تحسب أن الهادي هو الأنسب لولاية العهد؟ أما تراه مستغرقا في اللهو مستأنسا بمجالس الغناء؟ كل الشباب يلهون، لكن الهادي يترك اللهو ساعة الجد. ما كل الشباب يلهون. أما ترى الرشيد وهو أخوه الأصغر مهموما بشؤون الحكم مستغرقا في العبادة والتقوى؟ يا خيزران، أنت ناقمة على الهادي لأنه يعارض تدخلك في شؤون الحكم. لا تنقم الأم على ولدها، ولكنني أشفق عليك وعلى المسلمين بعدما يصير أمرهم إلى الهادي. لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشفق على نفسه من أن يعهد بأمر المسلمين لواحد من صحابة رسول الله، فعهد بهذا الاختيار إلى الجماعة وقال: لا أتحمل مسؤولية المسلمين حيا وميتا. فكيف بك وأنت تولي من لا يصلح؟ فات الوقت لهذا الحديث يا خيزران. لقد عهدت إلى الهادي ثم الرشيد بولاية العهد، وبايع المسلمون على ذلك. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. راجع نفسك يا مهدي، ووازن بين الرشيد والهادي، واختر منهما الأصلح لقيادة المسلمين. كيف حالكم؟ كما ترى في أسوأ حال. لو علم الهادي بما حل بنا لن تبقى رئيسا للشرطة يوما واحدا. سوف يدعك في السجن بدلا منا. أما عرفت أيها الأحمق أننا أقرب أصدقاء ولي العهد وأحب الندماء إليه؟ كفوا عن هذا الضجيج حتى لا أقطع ألسنتكم. أهلي أبلغوا الهادي ولا بد أنه في الطريق إلينا. لن تخرجوا من السجن ولن تفلتوا من الجلد. الجلد أيها الأحمق؟ إنك لا تعي ما تقول. أو
مولاي ولي العهد. مرحبا مولاي ولي العهد. كيف تجرؤ يا رئيس الشرطة على الإمساك بأحبابي وأصدقائي وتضعهم بالسجن؟ ويريد أن يجلدنا أيضا. هيا أخرجهم على الفور. ماذا تنتظر؟ أفرج عنهم واعتذر لهم. عفوا يا مولاي، ليس لك أن تأمر بذلك دون الرجوع إلى الخليفة. إنني أتلقى الأوامر من الخليفة نفسه. وأنا أطلب منك ذلك بأمر الخليفة. عذرا يا مولاي، لابد أن أسمع الأمر من الخليفة. أجننت يا رئيس الشرطة؟ سوف ترى ما أفعل بك. إياك أن تجلدهم أو تمسهم بسوء، وإلا ستنال مني أشد العقاب. ما تغير الحال ولن يتغير، لن يتغير. أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبا يوسف. مرحبا. أهلا يا ابن الحسن. تفضل اجلسا. بارك الله فيك. كيف حالكما؟ نحن بخير والحمد لله. أنتما من خيرة علماء المسلمين في هذا الزمان، ولقد رأيت أن أستشيركما في أمر أهتم به. ما خاب من استشار. تعلمان أنني عاهدت بولاية الأمر من بعدي إلى ولدي الهادي ثم الرشيد، وأردت أن أغير هذا الأمر لأعهد بولاية العهد إلى الرشيد دون الهادي. وما يدفعك إلى ذلك يا أمير المؤمنين؟ هنات ونقائص أجدها في الهادي، فهو دائم له مغرم بمجالس الغناء، بينما أخوه الرشيد تقي ورع صالح ليس هناك ما آخذه عليه. ما تقول يا أبا يوسف؟ أقول يا مولاي إن المسلمين بايعوا الهادي ثم الرشيد. سوف أطلب منهم تغيير البيعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ الشرع يطلب مصلحة الجماعة، وذلك ليس في مصلحتها. كيف يا أبا يوسف؟ يا مولاي، لو طلبت من الناس تغيير بيعتهم علمتهم الاستهانة بالبيعة. ليس ذلك فحسب، بل وهونت عليهم الخروج على العهود والمواثيق التي يلتزمون بها، وفي ذلك أكبر الخطر والضرر. كذلك يا أمير المؤمنين، لو أنك خلعت الهادي ووضعت الرشيد لزرعت بينهما الكراهية التي تهدد بصراع تزعق فيه الكثير من أرواح المسلمين. لقد رفض عمر بن عبد العزيز عندما كان خليفة للمسلمين أن يغير ولي عهده يزيد بن عبد الملك ويعين مكانه من هو أصلح منه، لأنه خاف أن يقتتل المسلمون فيكون الفساد أكثر من الإصلاح. كأنكما تريدان أن أسكت عما أجده في الهادي من هنات ونقائص. لا يا مولاي، لا تسكت عليها. عليك أن تقومه بالنصح والإرشاد، وتذكره دائما بالأمانة التي سوف يحملها على عاتقه، وأحسبه سوف يستجيب لما تنصح له. أهذا ما ترونه؟ لا تغيير في البيعة؟ لا حيلة إلى هذا التغيير إلا أن يخلع الهادي نفسه من ولاية العهد ويترك الأمر طواعية لأخيه الرشيد. أريد أن أتحدث معك يا أماه. تحدث بما شئت، ولكن لا تنسى أنني أمك. أتعرفين ما يجري لخلع من ولاية العهد وإسنادها لأخي الرشيد؟ علمت أن هذه هي رغبتك، ولا ألومك عليها، فالخلافة عبء ثقيل، والعاقل من يبتعد عنها.
ما هي برغبتي، ولكن هناك من يريد أن يرغمني عليها. هل حدثك أبوك في هذا الأمر؟ ما حدثني بعد، إنه يطلبني وأنا أتعلل حتى لا ألقاه. لا يليق بك هذا. وأنت يا أماه، ما رأيك في هذا الذي يدبر لي؟ أنا لا شأن لي بأمور الحكم والسياسة، الأمر كله لأبيك. وأنت يا أماه تدفعينه كي يسلبني حقي في الخلافة ويعطيه لأخي الرشيد. أنا والرشيد ولداك، فلما تفضلين واحدا على الآخر؟ الأم تحب أولادها جميعا، ولكنها تفضل الأكثر برا بها وأدبا معها. أنت غاضبة مني إذن لأني طلبتك بالابتعاد عن مسائل الحكم، أليس كذلك؟ أي أدب هذا عندما يأمر الولد أمه؟ لا أحضر مجلسا إلا وأسمع الناس يقولون لي أمك فعلت كذا، قل لأمك أن تفعل كذا. لا أحب لي أو لك أن تكوني حديث الناس. هذا رأيك وأنت لا تملك من الأمر شيئا، فماذا تفعل بي عندما تصير الخلافة إليك؟ ألهذا أغريت أبي كي يخلعني عن ولاية العهد؟ أناشدك الله يا أمه، فأنا ولدك كالرشيد. الرشيد تقي صالح، وله من الحكمة وسداد الرأي ما يجعله أنسب للخلافة. ليس الأمر كما تتصورين. تريد أن تعصي أباك؟ هذا شأنك. لن أقابل أبي حتى لا يطلب مني ما لا أقدر عليه، ولسوف أترك الأمر لله يفعل ما شاء. مولاي الخليفة، لا أستطيع أن أقاوم التفاح حيث أجده. إنه حلو الطعم، جميل اللون، شهي الرائحة. إنه يا مولاي ما بك يا جارية؟ طب خلينا على أمير المؤمنين. دعي لي هذه التفاحة، والله لأعطينك بدلا منها شجرة كاملة، بل بستانا كاملا من التفاح. ما الذي أخرك عني يا أحمد؟ أخرني الشوق إليك. الشوق يعجل ولا يؤخر. عندما أشتاق للشيء أبطئ عنه حتى يزداد شوقي إليه. ما بك يا مهدي؟ أنا في بطني. ما الذي جاء به؟ لا أعرف. عاودني الألم مرة أخرى. مهدي، ماذا يحدث؟ لابد أن التفاحة مسمومة. التفاحة مسمومة. مهدي، ائتوني بالطبيب. الطبيب، 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 يا حراس، يا حراس، احضروا الطبيب، احضروا الطبيب. مات أمير المؤمنين. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا رئيس الشرطة إذا كانت الجارية تقتل أمير المؤمنين وتهرب؟ سآتي بها، لن تفلت بجريمتها. فتش بغداد دارا دارا، لا تترك شبرا واحدا في الأرض إلا وبحثت فيه، ولو هربت هذه الجارية بغير عقاب ستدفع حياتك ثمنا لإهمالك. سوف أجيء بها، سوف أجيء بها يا مولاتي. التفاحة مسمومة كما يقول الطبيب. ما يدفع هذه الجارية لقتل أمير المؤمنين؟
أن أحدا أغراها على فعل هذه الجريمة البشعة. من يكون يا أمه؟ كان أبوك عازما على خلع أخيك من ولاية العهد. أتحسبين الهادي يقتل أباه حتى لا يخلعه من ولاية العهد؟ أيفعلها الهادي؟ أسأل الله ألا يكون ذلك. مصيبتي عندئذ مصيبتان: زوجي وولدي. لن أبايع أخي الهادي حتى أتحقق من براءته من دم أبي، أو أقاتله بسيفي حتى يقضي الله بيننا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مات المهدي وسوي كما يسوى غيره في التراب، ودفن دفنة المسلمين، ولكنه يوم القيامة يحاسب كما لا يحاسب غيره بما ولاه الله وأعطاه. زاد المهدي في سعة المسجد الحرام، وأضاف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته. أسمعنا يا أبا العتاهية ما تقوله في رثاء المهدي. كل نطاح له يوما من الدهر نطوح، لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح، فعلى نفسك نح إن كنت لابد تنوح. كان السجناء يموتون جوعا إن لم يطعمهم أهلهم، فأجرى المهدي عليهم الأرزاق من بيت المال، وما سبقه أحد إلى ذلك. قطعت خلفي، ماذا تصنعان؟ نرتب لأحاديث جديدة ننسبها لرسوله محمد. ألا تعلمان بموت خليفتهم المهدي؟ سمعنا بالأمر، ولكن ذلك لا يمنعنا عما نقوم به. نحن نرتب ونوجه ضرباتنا لدينهم كله وليس لخليفة بذاته. دعونا الآن من هذه الأحاديث الموضوعة ولنصرف جهودنا لأحاديث أخرى أشد فتكا بهم. ماذا تقصد يا سمعان؟ خليفتهم المهدي مات مسموما، قتله ابنه الهادي عندما أدرك أنه سوف ينزعه من ولاية العهد. البعض يردد هذه الأقاويل، وعلينا أن نرددها وأن نشيعها بين الناس. الابن يقتل أباه طمعا في الحكم. ذلك بالفعل أمر يثير الفتنة، والفتنة أشد من القتل كما يقول قرآنهم. إذن نبقى في المسجد بعد صلاة العصر ونحدث الناس عن هذا الأمر. اسمع، لابد أن يكون كلامكما مرتبا. لا أفهم، تقصد أن نهاجم ما فعل الهادي مع أبيه أم ندافع عنه؟ أحدكما يهاجم الابن العاق الذي قتل أباه طمعا في الحكم، والآخر يبرر فعلته. المهم أن يكون النزاع مطروحا على العامة يتحدثون عنه بين مؤيد ومعارض. يقول قرآنهم:
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تحسن حفظ كتابهم يا ثعلبة. إذا كانوا لا يستطيعون الإفادة به فلعلنا نستطيع. هيا 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 اتبعاني. لو صارحتني يا جارية خففت عنك الحكم. من أغراك بقتل الخليفة؟ ما أغراني أحد. إذن لما قتلتيه؟ ما قصدت قتله، ولكن أردت قتل الجارية مرجانة. جاريتي؟ كانت تتعالى لصلتها بك وأقسمت أن تقتلني، فأردت أن أسبق وأقتلها. لكنك قدمت التفاح للخليفة. ما قدمته، ولكني كنت ذاهبة به إلى مرجانة، فلما رأى مولاي الخليفة التفاح معي التقط واحدة وحاولت أن آخذه، ولكنه سارع وأكلها. خذها إلى القاضي ليوقع بها العقاب المناسب. الحمد لله الحمد لله. كم كانت مصيبتي لو ظهر الأمر خلاف ذلك. وأنا أيضا ظلمت أخي بسوء ظني. سوف أذهب أبايعه بالخلافة.